نقاط الكويت المهدرة قد تكون باهظة الثمن لجيل ذهبي للنشامة، فوضى وانفلات كادت أن تؤدي إلى الخسارة وتستمر العقدة الكويتية. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو هتحط عنوان للماتش اللي يضيع يستقبل بكل أمانة، بكل بساطة وبكل اختصار، اللي يضيع في الكرة بيستقبل، ده طبيعي وألف به. المنتخب الأردني فكرني النهارده بالمنتخب المصري بقيادة العميد حسام حسن. هو منتخب الشوط الواحد بيأدي الشوط الأول بامتياز بدنيا وذهنيا وتكتيكيا وفنيا عالي قوي. الشوط الثاني شوط كارثي قوي 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 من جميع النواحي، دون تنظيم، تبديلات خاطئة. تبديل يزن النعمات ومحمود مرضي تحديدا هو سبب السيطرة الكويتية، بالإضافة إلى أكبر خطأ عمله السلامة وهو تغيير مراكز اللاعبين. عزيزي وصديقي المشاهد، بكل أمانة بكل أمانة لازم تبقى فاهم نقطتين مهمين. النقطة الأولانية، منتخب النشامة بدأ الشوط الأول تحديدا في الدقيقة 18. الدقيقة 18 ضربة ركنية، نصيب أول تهديد خطير على مرمى الكويت. بعدها بدقيقتين يزن النعمات بحل فردي وقدرات تقنية وجودة مرعبة بيسجل هدف عالمي في الدقيقة 20 تحديدا. بعدها في الدقيقة 26 كرة غريبة للغاية بيضيعها موسى التعميري. الدقيقة 36 موسى التعميري بيضيع كرة ما تضيعش قدام المرمى، حاجة في منتهى الغرابة بكل أمانة. الدقيقة بعدها بثلاث دقايق 39 تحديدا نزار عدى وباصة للتعميري اللي ركنها وطلعت كورنر، طلعها مدافع المنتخب الكويتي. ده الشوط الأول ضيع أكتر من 3 تجوال، فرص محققة بين الثلاث خشبات تحديدا، فرص محققة للتسجيل وكلها قدام المرمى ومعظمها داخل الصندوق، وفي منها في الستة ياردة كمان، اللي هي الكرة اللي عرضها التعميري وكادت أن تسجل هدف الثاني عن طريق يزن النعمات. أحب أقول لك وباختصار، الكرة اللي ما بيسجلش في كرة طبيعي جدا يستقبل اجوال، وهي الكرة بتعاقب اللي بيتدلع عليها دون ادنى شك. الشوط الثاني طبيعي جدا ما فيش تنظيم، طبيعي جدا تغييرات خطأ، طبيعي جدا تراجع غير مبرر على الاطلاق، شوط كارثية دون ادنى شك. بدا الشوط الثاني تحديدا الكويت شكل مغاير تماما عن الشوط الاول. ساعدوا في كده جمال السلامي، ساعدوا في كده التشكيل والتغييرات الخطا، ولكن الشوط الثاني اظهر حقيقه شخصيه منتخب الكويت، المنتخب اللي ما عندوش حلول، اللي ما عندوش قماشه، ولكن عنده مدرب بيعمل من الفسيخ شربات، عنده مدرب مخضرم جدا. ولو عندهم واحد بس قدام زي بدر المطوع اللاعب العظيم في الكره، من وجهة نظر الشخصية كان هيبقى لهم مكانة تانية في التصفيات. منتخب الكويت الشوط الثاني تحديدا أظهر شخصية منتخب وكبرياء الكويت عبر مر السنين من وجهة نظر الشخصية دون أدنى شك. الرشيدي في الدقيقة 48 أول تهديد، الدقيقة 60 تصويبة تاني تهديد، طب الدقيقة 67 محمد دحام هدف التالتة تابتة يا حبيبي، تصويبة من كوكب تاني، تصويبة من مكان تاني خالص، من قارة تانية بعيدة المسافات. أخطأ فيها عبد الله الفخوري، عبد الله الفخوري اللي بيعمل تراي بتاع عيل في 5 ابتدائي، ما يعملوش عيل في سنة 5 ابتدائي والله العظيم. تخيل عزيزي وصديقي المشاهد، انت كأردني زعلان جدا للتعادل وبتقول ان التعادل خسارة بعد هدف محمد دحام. احب اقول لك انه كان هيسجل الهدف الثاني بعدها ب7 دقائق تحديدا في الدقيقة 74، الكرة الطولية اللي انفراد الراجل فيها وكان مواجه للمرمى، لولا بس ان هي قلشت من على رجليه كادت ان تكون الهدف الثاني. وانت بسم الله ما شاء الله ما عندكش حد في الحراسة، الجول فاضي، اي كرة كانت دخلت في الوقت ده نفسيا بعد ما وقع كمان عبد الله الفخوري اكتر ما هو واقع من العاشر. احب اقول لك وباختصار شديد للغاية، المنتخب الكويتي النهاردة اثبت حاجة مهمة جدا كرويا، اثبت حاجة مهمة بالنسبة لي، كبرياء وشخصية بيتواجدوا في كرة حتى في ظل عدم وجود قماشة. الحاجة التانية انه هيبقى منافس شرس قوي على خليجي 26، والحاجة اللي اهم من ده كله انه لسه على الورق عنده الحظوظ كاملة بنسبة 100% على الملحق العالمي. من وجهة نظر الشخصية في ملحق في آسيا الثالث والرابع بتاع كل مجموعة،
طبيعي جدا يدخل ثالث مكان عمان، طبيعي جدا ووارد جدا في الكوره. منتخب بيآمن بحظوظه، لعب ماتش الشوط الثاني تحديدا كويس للغايه. الماتش انسم على الشوطين، الشوط الثاني حجموا خطوره المنتخب الاردني اللي بيمتلك جودات تقنيه مرعبه جدا، جودات تقنيه واسماء كتيره جدا. ولكن من وجهه نظر الشخصيه، موسى التعميري في الماتشين ده وماتش العراق، انا من وجهه نظر الشخصيه مش هو ده مستوى موسى. راجع من الإصابة وكل شيء، ولكن عندك بدائل، عندك بدائل. حتى لو مش جاهز كامل الجاهزية حط أي حد مكانه. من وجهة نظر الشخصية المنتخب الأردني الآن بيمتلك برضو الحظوظ كاملة وبنسبة 100%. هتقول إزاي؟ مش فارق 2 بونت للمنتخب العراقي الشقيق، ولكن حتى لو استمروا ال2 بونت لحد الجولة العاشرة وده مش هيحصل. نفس الكلام اللي قلته للجمهور العراقي الماتش اللي فات، صدق نفسك هتصدق الدنيا وهتمسك المستحيل بإيديك. 6 جولات، 10 جولات انتهى منهم 6 جولات، باقي 4 جولات كاملين 12 بونت. المنتخب الأردني قادر وبقوة على هزيمة حتى كوريا في كوريا. المنتخب الأردني منتخب كبير في الكرة ومنتخب شجاع، وحول كل الضغوط لدوافع في كأس آسيا بقطر، ودينا شفنا كأس آسيا. منتخب كبير في الكرة، قادر يعمل المستحيل، قادر يعمل كل حاجة في الكرة. من وجهة نظر الشخصية عنده فترة طويلة قوي علشان يرتب أوراقه. لو استمرت الدنيا ماشية لحد الجولة الأخيرة فهم جاي لهم العراق في عمان الدولية، فوارد جدا يكسب ويبقى هو الفرق البونت. ولكن هي مش هتمشي كده في الكرة، لأن كل الماتشات حتى السهلة اللي انت شايفها سهلة، اللي أنا كمان كنت شايف ماتش الكويت سهل جدا للأردن، ولكن الأردن ضيع فيه 2 بونت. وارد جدا برضو العراق يضيع في ماتشات سهلة. هي دي الكرة، بتدي للجهد والعراق واللي بيستغل الفرص اللي علامة استفهام كبيرة على إضاعة العديد من الفرص في ماتش اليوم. الأردن عندها ماتش أمام فلسطين، وبعدها ماتش أمام كوريا خارج الديار، وعندها عمان خارج الديار، وبعدها عندها العراق في الديار. أحب أقول لك ترتيب ماتشات وتسلسل المجموعة في مصلحة منتخب أسود الرافدين دون أدنى شك. ترتيب الماتشات من أول جولة وقلتها في مصلحة أسود الرافدين. اللي عنده الجولة دلوقتي السابعة والثامنة مع مين؟ عنده الكويت على أرضه، وعنده كمان فلسطين اللي بتلعب بره أرضها أساسا يعتبر على أرضه، وبعدها عنده كمان كوريا في البصرة، وهيطلع للأردن آخر ماتش. فعموما كل الماتشات وارد جدا العراق تفوز فيها، ووارد جدا تضيع ابناط فيها، وهكذا المنتخب الأردني اللي بيآمن بحظوظه لحد النهاية واللي بيعمل وبيجتهد الكرة بتديله دون أدنى شك. لسه كل الحظوظ في الملعب، لسه كل الأمال في الملعب. إن شاء الله بمشيئة الرحمن 4 جولات من نار، 4 جولات ضرب نار من العيار الثقيل دون أدنى شك، داخل نطاق الكرة فقط دون أدنى شك. إن شاء الله بمشيئة الرحمن الأردن تمتلك الحظوظ كاملة بنسبة 100%، عندها 4 جولات ب12 بونت، لسه الموضوع بدري. الأردن قادرة على هزيمة فلسطين، وقادرة على هزيمة عمان في عمان، وقادرة على عمل نتيجة إيجابية أمام كوريا، أنت مش أقل من فلسطين، وقادرة كمان على هزيمة العراق في استاد عمان. وارد جدا المنتخب العراقي اللي بيمتلك جودات تقنية كويسة قوي في الكرة، وعنده عدد لا بأس به من المحترفين، ولعب النهاردة ماتش محترم جدا، وبرضه شوط واحد ودي علامة استفهام، وبرضه ضيع فرص كتيرة ودي علامة استفهام. أحب أقولك إن برضه يمتلك الحظوظ كاملة. وارد جدا إنه يلعب ماتش تكتيكي عالي قوي مع كوريا في البصرة، ووارد جدا يخسر من كوريا عادي جدا في الكورة. وارد جدا إنه يضيع في ماتش سهل. المنتخب الكويتي أظهر العين الحمراء لكل المنافسين من وجهة نظر الشخصية، أضاع على الكويت 4 نقاط كاملين، ده دليل كبير إنه منتخب لا يستهان به على الإطلاق. فالكرة وارد فيها كل شيء من وجهة نظر الشخصية. آمن بحظوظك لحد النهاية، لو صدقت نفسك هتصدق الدنيا وتمسك المستحيل بإيديك. عزيزي وصديقي المشاهد، ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. حبيب قلبي، دمتم في أمان الله.